ذهاب الكويت، ذكر بأنه يتمنى الذهاب، ولكن ربما الإصابة والعلاج اللي يحتاجه قبل المباراة القادمة تمنعه. المشاركة اليوم هم رياضيين بالفعل، ولكن في مجال آخر في الرياضة من شاركوا، أحدهم لم يقرر المشاركة إلا في غرفة الملابس زميلنا معلق قناة الجزيرة الزميل عصام الشوالي، ومعلقنا أيضا فارس عوض، والزميل المذيع في قناة الجزيرة محمد سعدون الكواري. عصام، ما كنت بتشارك، حضرت من أجل المشاركة في هذه البادرة، من أجل ذياب عوانة، شاهدناك ترغب في المشاركة كلاعب. والله أول شيء تحية ليعقوب، تحية لكل الكباتن في الاستوديو والسادة المشاهدين عبر أبو ظبي الرياضية. يظهر لي البادرة جيت من خلال التعليق في البداية، لكن في آخر لحظة الاستمتاع بالملعب، وفي بعض الأوقات المعلق معشر المعلقين مش ممكن ومش معقبول ويا رباه وليش ضاعت، فقلت خلينا نتحسس أنا أيضا بعد سنين طريق الميدان كيف نضيع فرصة والجمهور معناها يصفق عليك وما يشتمكش. فبالتالي أنا نقول أنه حاولت في هذا المشهد أني غير الكادر، حسيتها أوريجينال أكثر، أنك تلعب وتحاول تحمل صورة اللاعب معناها فقيد للكرة العربية ذياب عوانة الله يرحمه. تصورت أني نعبر بساقية، ومن خلال ممكن محاولة ضربات بالرأس أحسن ممكن وأكثر أفيد من أني نكون معلق في مباراة اليوم. اليوم أنت وفارس ضد محمد سعدون. احنا ديما مع بعضنا، ولن راني مش كبير عليهم برشا، شباب مثلهم الحمد لله. في الفريق في الفريق، لا في الفريق ضدي محمد سعدون، فهمت. ثنائي كويس مع فارس كمعلقين ان شاء الله اكيد، معناها يعني اليوم انا وفارس اتفقنا على الخطه انه سلم واستلم، خذ واعطي، خاطر اللياقه ما تسمحش. لكن نحب نقول فكره من خلال هذه البادره اللي نشكر فيها دوله الكويت على التفكير فيها، النجوم اللي حضروا، ونحب نقول في برامج جماهيريه مثل يعقوب السعدي، مثل الاستاذ محمد نجيب ايضا، انه قنواتنا هذه الكبيره لازم تتبنى ايضا فكر الاجتماعي والانساني والبعد الاخر للكره، اللي ما يراهش الجمهور، لانه الجمهور يراه كان في الكره اهداف واجوال وبطولات وبوديوم. لازم نفكروا في الجزئيه الثانيه، لانه انا في قناعتي انه ممكن عبر كره القدم وعبر مثل هذه المبادرات تحارب التطرف، تبين مخاطر المخدرات، الايدز عافانا وعافاكم الله، مساعده مرضى السرطان. اذا ما نحبش نقول هي تفتيح عيون المجتمعات متاعنا العربية على قضايا أخرى من خلال الفوتبول، خاطر تشوف الشباب اللي يحضر والجمهور اللي يحضر من عشقه لكرة القدم. يلزم نحاول نوظف، أنا نشوف في معدل الأعمار تقريبا 13-14 سنة، هنا المادة خامة والمخ مازال نظيف، ممكن نمرر برشا أشياء. أشكرك يا عصام، أشكرك. فارس، أول شيء بعيدا عن المايك اليوم، بعيدا عن التعليق في هالمباراة، تشارك في المباراة، وابدا من الاخير. خلينا اتكلم عن المشاركه في مباراه الذئاب، هذا الاخ اللي يعني لك انت بالتحديد الكثير. في البدايه اخوي عصام قال انه بيلعب ما بيعلق، لكن ما شاء الله علق قبل شوي. اخوي محمد، احنا في البدايه يجب ان نشكر القائمين على هذه المبادره، نشكر أصحاب الفكرة، نشكر اللجنة المنظمة، نشكر كل من بذل مجهود في تقديم الدعوات، كل من حاول، كل من فكر في هذه المبادرة اللي تبقى في الذاكرة لسنوات، أنك أنت تستدعي النجوم من كل مكان، أشخاص معتزلين، أشخاص صعب الوصول لهم، أنك تجمعهم في مناسبة واحدة فقط تكريما لفقيد الكرة العربية والكرة الخليجية والكرة الإماراتية بشكل خاص. ذياب عوانة رحمة الله عليه كان بالنسبة لنا أكثر من مجرد لاعب حقيقة، بالنسبة لي شخصيا كان مثل الأخ، مثل صديق، قبل أن تجمعنا صلة قرابة. ذياب عوانة كم من النجوم اللي ينتظرهم مستقبل كبير، وينتظرهم يعني الكثير من الأمور. نشاهد حتى زملاء اللي سعوا وحاولوا أنهم يكونون موجودين، المحاولة لتقديم شيء فقط من أجل ذياب عوانة. أنا أستغل هذه الفرصة وأعيد الشكر لكل اللجنة المنظمة ولكل إخواني والزملاء اللي اجتمعنا فيهم في هذا المساء من أجل هذا الأمر. أنا عارف أنك أنت مستعجل، لكن أنا أبغي أوضح نقطة، أن كرة القدم تستطيع أنها تكون فيها رسالة، وأن يكون فيها الكثير من المعاني السامية في مثل هذه المبادرات ومباريات اللي ضد الفقر وضد المخدرات وضد أمور كثيرة. هذه واحدة أيضا من المعاني السامية. شكرا لهم وشكرا للكويت. أنا مستعجل على السؤال الثاني، أنه بعيد عن التعليق، في ناس كانت تبغى تسمعك، لكن في الخير والبركة أخونا فهد عبد الرحمن، لكن بشرى سارة أنك أيضا بتشارك اليوم. أصدقاء فارس، أصدقاء بسعدون.
والله أنا أتشرف أني أنا أتواجد مع زميل وصديق وأكثر من أخ حقيقة، زميل محمد سعدون. ولكن مسألة المنافسة أعتقد بعيدا عنها، نحن ما نقدر على الملاعب ال11 ب11. هو ما شاء الله عليه يقدر. أنا مسوي عملية. نعم يعقوب، نعم يعقوب. فارس اليوم نيولوك ترانا بهدف بالهيد. اي فارس نيولوك متغير الحين. لا بعدين هم في التويتر ابو نواف دائما يعني انا فزت، انا قدمت الاثنين ضد بعض، اليوم سينكشفون امام الجميع اصحاب المستوى. لا فارس هدف بالراس لازم. هو اللي دائما يقول لك نيولوك. يعقوب يقول هدف بالراس لازم على نيولوك. ان شاء الله يبشر ابو نواف ان شاء الله. كنا نتمنى حتى الزملاء والكباتن اللي موجودين في الاستديو، لكن ان شاء الله البركه ايضا في الموجودين. واتمنى ان شاء الله بان الرساله اللي اتينا من خلالها انها تصل باذن الله للجميع، بغض النظر عن المشاركه، بغض النظر عن الفوز والخساره. اعتقد ان مشاركه لمجرد المشاركه هي اكبر مبادره بالنسبه لفقيد الكره العربيه. محمد سعدون الكواري زميلنا مذيع الجزيرة الرياضية، نرحب بك على شاشة أبو ظبي. هذه المشاركة محمد اللي حرصت أنت تحديدا واللي لا يعلمه الجميع، اللي نشكرك حينما اجتمعنا كلجنة أنك أيضا سعيت في جلب العديد من اللاعبين لهذه المباراة للمشاركة فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك محمد، لكل مشاهدي أبو ظبي الرياضية ولكل من يشاهدنا في هذه اللحظات. قبل ما أبدأ كلامي أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يقبل إن شاء الله ذياب، وأن يجعله من أصحاب الجنة ومن أصحاب اليمين، وأن يجعله إن شاء الله ممن غفر لهم ذنوبهم، من أدخلهم الجنة دون حساب ودون عقاب، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة بإذن الله هو وجميع موتى المسلمين. ومشاركة بالنسبة لي أنا شرف عظيم، شرف أن أتواجد أولا في دولة الكويت الحبيبة العزيزة على قلبي، شرف أكبر أن ألتقي بكل هذه الكوكب اللي في يوم من الأيام كنت أشوفهم في التلفزيون، كنت أتمنى مجرد شرف بمصافحتهم، إن كان ماجد عبد الله، يوسف ثنيان، نواف التمياط، محمد دعيع، كل الأسماء صراحة، الأسماء الكبيرة اللي راح يشوفونها اليوم إن شاء الله المشاهدين. وإن شاء الله يعني رب العالمين يجمعنا على خير. ونفس يمكن فارس ما خلى لي شيء أقوله صراحة، لكن هدف بصراحة هدف سامي جدا. إن شاء الله يكون لنا إحنا دور بإذن الله كرياضيين، أدوار أكبر مجرد المشاركة في الفعاليات الرياضية، أدوار نساهم فيها في رقي، في يعني نهضة إن شاء الله مجتمعاتنا الخليجية والعربية بإذن الله. حبوك من الفريق الأبيض الأزرق يا محمد، احتراف سريع قبل بداية المباراة. لا والله، لأن يدرون أن أنا وفارس مستحيل نلعب فريق واحد، فقالوا لي تروح الفريق الأزرق. الفريق الأزرق يعني معظمه كويتيين، لكن موجود فيه أقرب لاعب إلى قلبي من طفولتي اللي هو الكابتن مبارك مصطفى، فأيضا وجودي مع مبارك مصطفى فريق واحد شرف كبير. أيضا موجود معكم محمد فوزي اللي هو الرفيق الدرب لذياب عوانة، ما لا يعلمه الجميع، اللي أنا واثق الآن يعني فارس هربت منها شوي، لكن أعرف ماذا ستغرد في تويتر بعد، ثقة في المستوى اللي تقدمه في المستطيل الأخضر. محمد تألقا في المستطيل الأخضر كمان أنت متألق على الشاشة. الله يجزيك خير، الله يقدرنا إن شاء الله ونقدم مباراة كبيرة ويستمتعون فيها المشاهدين بإذن الله. شكرا لك محمد، شكرا لك. هذا حديث النجوم إذن يعقوب السعدي.